هذه ابن تحليه رايحين نديروها هذا رمضان باسكو سهله اقتصاديه وليه توجدوها وتجيكم بزاف بنينه. طاحوا عليها في سهره كملوها لي. تبعوا معايا الوصفه وما تنسونيش في جيم ابوني كومونتير مليح كيما نتوما. وهيا راح تحطي 3 كيسان كبار تاع الحليب اللي يكون بارد، زيدي عليهم 3 مغارف كبار تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع النشاء، و3 مغارف كبار تاع الكاكاو اللي يكون بني. خلطي كلش بارد في بارد وحطيه على نار متوسطه حتى يعقد لك الخليط كما راكي تشوفي ويولي لك بالقوام هذا. وهنا زيدي عليهم طرف تاع الزبده مع 50 غرام تاع الشوكولا، انا درت شوكولا بالحليب. خلطيهم مع بعضهم حتى يذوبوا وفرغيهم هنايا في حاجه تاع الزجاج ولا غطيهم اون كونتاكت وخليهم يبردوا لك برا، ومن بعد دخليهم فريجيدير من تحت يكملوا يبردوا مليح. من جهه خلاف للطبقه الاولى جبت هنا كميه البسكويت ذوق الشوكولا، رحيته زدت عليه واحد 2 مغارف كبار تاع الزبده اللي تكون ذايبه، فرغتهم عليها خلطتهم حتى يولي لك الخليط مرمل كما راكي تشوفي. حطهم في جهه. هذيك الكريمه اللي درناها قبيله كانت بردت، زدت عليها نص كاس تاع بودره الشونتيي وطلعتهم كيف مع بعضهم حتى يولي لكم القوام كما راكم تشوفوا يجي كريمي وبزاف بنين شغل كي لاموس. وهنايا نرجعوا للطبقه الثالثه اللي هي الكاناج، وين درت 150 غرام تاع الشوكولا تاع الكلاصاج بالحليب، زدت عليها طرف صغير تاع الزبده مع 7 مغارف كبار تاع الحليب، ذوبتهم على حمام مائي ولا في كاسرونه. والكاناج تاعنا راهو واجد. نجيو نخدموا الطبقه تاعنا. جبت لي غامكه هنايا تاعي حطيت فيهم الطبقه الاولى تاع البسكويز، الطبقه تاع الكريمه درت طبقه مليحه وعدلتهم كما شفتوني، وزدت هنا الطبقه تاع الكاناج غير مغرفه تكون متوسطه. وهنا نعاودوا نفس العمليه بعد ما حطينا هذاك الكاناج خليوه يبرد غير شويه. الكاناج تاعكم لازم كي تحطوه يكون بارد يعني ماشي سخون، يكون دافي هكا رايح للبروده. زدت هنا عاودت نفس الطبقات البسكوي ومن بعد الكريمه درت طبقه اقل من الطبقه الاولى، كملتها بالكاناج هكا غطيتها سويت هذيك الطبقه مليح. والتزيين يكون اختياري، انا درت لهم غير حبيبه البسكوي، حطوهم يبردوا لكم من تحت في الفريجيدير غير 1 ساعه وتقدم بارده. ودركا قولوا لي حبينا ولا ما حبينا.